من شأنها تسهيل حركة تنقل المسافرين وضمان راحتهم. كمال يحموم. بعد 5 أشهر من الأشغال، ها هو ميناء مستغانم يتعزز بمحطة بحرية هي الأولى من نوعها على مستوى الولاية، والتي دخلت حيز الخدمة لتوفير الراحة للمغتربين والمسافرين. الناس اللي تبغي اللي كانت تروح الوهران ومشقة الطريق وكذا، فتحوا لنا هذا الميناء هذايا يسهل لنا الأمور على كل حال. الحمد لله يا رب، ورانا فرحانين بزاف كاع. المنطقة الغربية تنزل هنا مليحة ومليحة الولاية تاعنا. المحطة عندها فوائد اقتصادية أولا، احنا نتمنى أنها أولا تسمح لعدد كبير من السواح يجوا لهذه المدينة. كذلك الهدف الثاني هو تسهيل حركة المرور للمواطنين تاعنا واللي يسكنوا في الغربة. بعد انطلاق الخط البحري بين الجزائر وإسبانيا عن طريق مستغانم، تكون بذلك قد وفرت هذه المحطة عناء تنقل المغتربين والمسافرين لمسافات أكبر للقاء ذويهم. برياض الفتح بالعاصمة تنظم شركة